سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بطبق جديد او وصفه جديده خفيفه ظريفه واقتصاديه في نفس الوقت، هو الكباب. طبق الكباب نخليكم مع طريقه التحضير. اذا البنات هنا راني درت طريف تاع الدجاج مع بصله مسكرفجه مع مغرفه تاع ماكله تاع الزيت مع هاد شويه هكا بك شويه للبنه فقط تاع السمن نباتي. انا استعملت مدينه هكذا ونخلوه يتقلى مليح، يعني تقلى شويه. اذا هنايا البنات راني حندير شويه ملحو على حسب الدجاج اللي تحطوه. هنا درت نص صدر. هاد اسمه هذا كباب حبيت نديره لكم اقتصادي، يعني طلبتوا مني قلتوا لي ديري لنا وصفات اقتصاديه كملي. انا راح نكمل بربي ان شاء الله. الحاجه اللي قدرت عليها بيان سور درت شويه فلفل الكحل، شويه قرفه هكذا، ونخلوه يكمل يتقلى مليح، يذوب لنا مليح هذاك البصل مع الدجاج مع السمن ومع الزيت. انا درت لكم نص صدر تاع الدجاج. دوك تشوفوا كيفاش نردو اقتصادي ونردو زاكي يعني. دوك هنايا انا ما نحطش الحميصه، مازال باش نحط الحميصه باسكو علاش عندي الحميصه طايبه في الكونجيلاتور، صافي نخليه نغلق عليه نخليه يتقلى. اذا هنا نزيد انا شويه معدنوس، نحب نقلي مع الكباب ديالي شويه معدنوس. هنا الا عندكم القرفه تاع العود تكون احسن باش ما توليلكمش المرقه كحله. انا درت القرفه غبره، يعني لكم الاختيار. اذا هنا راح نمرق بالماء سخون، خلاص تقلى لي مليح. نبني الدجاج تاعي دكوتي ونمرق بالماء سخون. كيما سبق لي قلت لكم الحميصه ما درتهاش هنا في الاول على خاطر عندي الحميصه تاعي راهي طايبه. اذا هكذا نزيد شويه هكا، ما تمرقوش بزاف. اذا البنات هنايا راني صفيت الصدر تاع الدجاج هذاك، صفيته وفتتو هكذا. شوفوا فتتو يعني مليح بيدي هكذا. درت له شويه معدنوس، 3 حبيبات تاع الفرomاج وشويه تاع السمن، بس مغرفه تاع قهوه هكاك تاع السمن. ونخلطو مليح هكذا. بسم الله نخلطو. يعني هذا الفيديو لا درته لكم هكا بالزربه وقت العشاء، راني نزرب نديره لكم خاطر على بالي بلي طولت عليكم ما درت لكمش دي فيديو، يعني باش نوجدوا شويه لرمضان. هاوليك في نفس الوقت راني درت البطاطا تاعي تتقلى يعني دي فخيت يتقلاو. وشنو برك البطاطا قطعوها شويه خشينه، يعني المبتدئات اللي ما عرفوش يديروا الكباب، اللي مازال ما صحت لهمش الفرصه باش يديروا الكباب. نقول لهم الا كتب ربي ان شاء الله تعلموه معايا، واللي يعرفوه راني فكرتكم به وراني وريت لكم طريقه يعني اقتصاديه وسهله في نفس الوقت. قلت لكم البطاطا قطعوها شويه خشينه، هذا ما كان وقلوها. اذا هنايا نحكم الدجاج تاعي، يعني هاد الطبق اقتصادي بنص صدر تاع الدجاج. يعني كاين بزاف اللي ما يحبوش ياكلوه هكاك ناشف، هذه كفكره كحيله كذلك. ولا يكونوا عندك ضياف تاني على غيله يجوك تحصلي كيفاش ديري لهم. شوفوا هكذا. الا كانت طويله ديري لها هكا بيان سور. هنا تحبي تحشيها بالفرomاج ولا واش حبيتي ديري لها هكذا. نديرها شويه هنا، نحاول كيفاش نبون بها، وهنايا نرققها هكذا، نشكلها كلي في خد تاع الدجاج هكذا. دوك واش ندير لها، عندي هنا لا شابلور، عندي البلون دوف بياض البيض، نجوزها في بياض البيض هكذا، ونزيد لها لا شابلور هكذا، ونقليهم انا هنا نكمل كامل الكميه ديالي نعاود نولي لكم. هنايا كي قادت لي المرقه تاعي، شوفوا راهي تغلي. عندي الحميصه تاعي طايبه، نديرها نخليها تطلق شويه باش نعمل شويه لاصوص هكذا، نخليها تطلق. ومن بعد نرمي البطاطا تاعي نديرها في لاصوص كذلك
نطلق لي شويه الحميصه، نزيد نرمي لها البطاطا مقليه، درت له شويه معدنوس، شويه ملح، بيضه تاع البيض قلت لكم، والحليب، شويه حليب، عندي غير هذه باش نزكيها، درت لها شويه حليب. على بالي باللي الكباب الاصلي ماشي هكا، وندير عصره قارص، عصره قارص هنا مهمه. على بالي بلي قلت لكم الكباب الاصلي ماشي هكا، انا هنايا جبت لكم وصفه اقتصاديه، يعني كما قلتوا لي نتوما كملي لنا الاقتصادي، يعني حيت كلامكم راني ندير لكم اقتصادي، يعني تلبيه لطلبكم، فوالا باصح التعبير. انا نخليه يتجمر مليح، نغلق عليه. قلت لكم راني نلبي في الطلب ديالكم، راني درت لكم اقتصادي، يعني الكباب تاع الصح على بالي بلي ما يجيش فيه الحليب، على بالي بلي الدجاج ما يديرولوش الفرماج، ديري له دجاج طريفات تاع الدجاج كبار بالطبع، الله على بالي. بصح هنا راني نقول لك نعطي لك الحل، يعني كي تحصلي او جاك ضيف عندك غير نص مرصو تاع صدر تاع الدجاج، ولا راكي في رمضان كاين الناس والله غير ما تلحقش، الله غالب في رمضان ما كاش، كاين اللي ما لا غالب صح الله غالب، تجيب هذيك الدجاجه بالك كاين اللي تشد لها مسكينه سمانه، كل وحده كيفاش، كل وحده وظروفها. انا راني نوري لك الاقتصادي، هذا ما كان للتوضيح فقط. اذا البنات هنا راه وجد لي الكباب ديالي، شوفوا هاوليك سقيته بهذه الطريقه، درت له شويه معدنوس من الفوق، وهم ليك لي كويس ديالي الاقتصاديين من المصدر تاع الدجاج. شوفوا خرجت يعني كميه لاباس بها، هم ليك الاخرين يعني نص الصدر تاع الدجاج. شوفوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 طرف. هذه قلت لكم اقتصادي، نقولها ونعاود كلمه اقتصادي. هذا ما قعد لي غنقول لكم الا عجبتكم هذا الفيديو وعجبكم هذا الطبق هذا، ديروا لي جيم لا فيديو واشتركوا في القناه الا مازال ما اشتركتوش. والسلام عليكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده اقتصاديه.